انت بتشتري لامبورجيني بتمن موتوسيكل، هتشتريه ولا لا؟ طبعا. حلو. في سهم ده لشركه كانت ربحانه جدا، ربحانه الى درجه لا تتخيلها، يعني ما بتعملش حاجه انها بتربح. الشركه دي بتشتغل في مجال اللوجيستكس، قعد سهمها ما بيتحركش 2012 13 و14 و15 ما بيتهزش، ارباحها بتكبر في السنه 40%. 40% يعني ارباح الشركه دي بتنفجر. ده بيهيفير صح. الناس بتقول لك ايه؟ بيقول لك هو السهم ما اتحركش عشان ما حدش اشترى قبليه، اكيد هم شايفين حاجه انا مش شايفها صح. فهاني مش هشتري عشان المهندس احمد ما اشتراش، وقرايب هاني مش هيشتروا عشان شافوا هاني ما اشتراش، فالسهم فضل ايه؟ ينزل او يقف او ينزل. جه لغايه 15 16 الارباح كانت فين بقى؟ اضعاف ما كانت عليه. وصلنا لمرحله السهم بقى كأن حضرتك بتشتري عربيه ده توب براند في العالم، معرفش لامبورجيني فيراري سميها ما تسميها، بتمن موتوسيكل. لما اكتشفت كله اشتغل، فطلع مره واحده لقيت لامبورجيني. فكيت الكيس، انا فاكر فيه موتوسيكل، فكيت الرابينج لقيتها لامبورجيني. حصل ايه؟ بكام يا جماعه اللامبورجيني دي؟ ب 30,000 جنيه. ايه اللي حصل؟ 5 قطع. 5 لا قطع. الناس طلعت من، عارف ايه، الناس طلعت من الجحور بقى. فمره واحده السهم اللي ما اتحركش ال5 سنين طلع على ما اذكر 300 400% تقريبا في شهرين 3.